فكرتني اشكرك انا طبعا. مستغرب انا بستغرب من عدم حضور الجمهور الاهلي ما يعرفش ان كان في تظلم متقدم من النادي الاهلي والكلام ايوه، لان ده. هو ما بيديرش. ما ده اللي انا قلت قبل كده هنا، والناس زعلت قالت ازاي ده هو اللي بيدير. لا، الحاج فوزي الحاج فوزي المغربي اللطيف الجميل لجدع، هو اللي هو وزير الماليه المغربي. لقجع شاطر. وبنتي على فكره هو وزير ماليه، عارف كده ولا لا؟ هو وزير ماليه في المغرب في الحكومه المغربيه، غير اللي هو في ايا كان ان هو شاطر انه بيدير في صالح دولته. ما زي محمد روراوه، فاكر محمد روراوه؟ ما برضه كان شاطر وغير اللائحه قبليها بثلاث اربع ايام. لكن عايز اقول لك كمان حتى الناس قالت اللي هو ادى فيلا لموتسيبي ما نعرفش وعمل مش عارف ايه. على فكره موتسيبي ده راجل ملياردير بالظبط كده، ده راجل رئيس نادي ورجل اعمال كبير. ما انا قلت لحضرتك لو تفتكر يعني انا قلت هو مش فاضي طبعا. هو بيزنس مان، فهو مش فاضي للقصه بتاعه اللي هو يدير الاتحاد الافريقي. وحتى بيدور على الاداره الاقتصاديه بالظبط. حتى افريقيا عايز يزود. طيب لا هقول لك بقى الاقتصاديه السوبر الافريقي ده عايز هيرجع تاني، خلاص هيرجع. قال لك ان ده مفيد هيرجع تاني للانديه وبيفكر للمنتخبات. عشان الوقت ما يروحش مننا، وانا قلت انه هستنى من حضرتك كلام عن صلاح الموسم الاخير في ليفربول. البعض يتحدث عن رحله للدوري الاسباني او الايطالي او التركي او السعودي. حتى الكابتن حسام باين والكابتن ابراهيم نصحوه ما تروحش الدوري السعودي او حاجه زي كده، يعني خليك في اوروبا. بدات في تلميحات تظهر انه ربما يستمر داخل الدوري الانجليزي لكن في احد الانديه الاخرى. هل صلاح حدد وجهته؟ هل بدات تظهر اقاويل او معلومات عن الوجهه المقبله؟ هو صلاح اذا قال بس كده انا هلعب في البريمير ليج هكمل، ارسنال، تشيلسي، مش عايز اقول لك لو اتكلم جوارديولا سيتي مش رامي لا يروح. لو جوارديولا رامي عباس طبعا، ده جوارديولا قال فيه اشعار. قال محمد صلاح وعايز يعوض بس اللي حصل زمان بالظبط يعني. ايوه بالظبط. قال لك محمد صلاح لو مشي من الدوري الانجليزي هيفقد نص قيمته. تخيل انت لما يكون مدرب عبقري، اعظم مدرب في تاريخ كرة القدم، اهم مسوق للدوري الانجليزي بالظبط كده. قال محمد صلاح غير الجمهور العربي، محمد صلاح لو مشي من الدوري الانجليزي من البريمير ليج يعني تسويق هيقل، غير القيمه التسويقيه كمان القيمه الدعائيه الجماهيريه الشعبيه، حاجات كتيره جدا جدا. محمد صلاح وجهته فين؟ محمد صلاح ورامي عباس الكلام اخر كلام، وهو رامي عباس مش هيقوله الا اذا كان فعلا عنده في ايده الموضوع ده. طبعا جلاتا سراي عايزه طبعا، لكن هو عايزه هو فان دايك، فان دايك مش هيروح. والناس ربطت ده انه صلاح اشترى بيت كبير في تركيا فعلا هو اشترى ونقل جزء من استثماراته والكلام ده، لان هو كل استثمار